السلام عليكم الاخوات. بعد ما شفنا في الدرس السابق كيفاش نلصقوا طراسن على هذا الشكل، الان غنوريكم كيفاش تخدموا السفيفه كيفاش تلصقوها باليد. اول حاجه ضروري ديروا لوغلي يكون هكا. بالنسبه للثوب يكون لوغلي لداخل، وهنا الظهر ديالو، وهنا لوغلي. دونك كيفاش غنديروا؟ غناخذوا طراسن وغناخذوا السفيفه. غادي نخدموا اول حاجه في الثوب، ثم الجنب ديال السفيفه والطراسن بحال هكا. ناخذوا 3 مرات، كناخذوا الثوب ثم السفيفه والطراسن، ثوب سفيفه طراسن. هنا كنبدا نخدم غير جهه وحده ديال السفيفه اللي لاصقه في الثوب من هاد الجهه، بحال هاد الشكل. غادي نخدم غير جهه وحده هكا، غير جهه وحده نخدم فيها الثوب والطراسن. اما كنديروا طراسن واما كنديروا القيطان اللي عندنا بغينا نخدموا به كنخدموا به. الهدف من هذه القناة هي باش يتعلموا الاخوات كيفاش يخدموا في البيت ديالهم. انا كندير برامج مختلفة وتعليم مختلف باش المبتدئات يمكن ليها تتعلم، اما تلاصق اما بالراندا، اما بالكروشي، اما باليد بحال هكا. المهم الهدف ديالي هي ان تعم الفائدة ديال جميع الاخوات. واي استفسار انا راه الاشارة ديالهم. وبالنسبة للاخوات، عديد من الاخوات كيشكروا على سهولة الدروس، كنشكرهم انا ايضا، لانني اعمل بما بوسعي باش الكل يفهم الدروس. وما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم اي جديد، وكذلك المجموعة على الفيسبوك والصفحة الخاصة اللي بفضلكم انا درتها، لانني لقيت تشجيع منكم. هذا هو الدرس. بالنسبة للدرس ديال اليوم، بالنسبة للسفيفة، اظن انه بسيط، يمكن لك تخدميه بكل سهولة. انا غادي ندير لكم تتمة ديال هاد الدروس ديال الخياطة باليد. بديت بالطراسن ثم السفيفة، وايضا غنوريكم كيفاش تلصقوها من الجهة الاخرى، وايضا العقاد باش يكمل عندكم القفطان بالكامل. واي استفسار انا راه الاشارة ديالكم. وما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم اي جديد. بالتوفيق لجميع العضوات.